قلتلي بدك تهدم الشهباء والقلعة. يا لطيف، ثقب الأسود اللي عندي ولاد عمك نمبر 1 الحلبي. أنا بعرف إنه ما عندك مستوى تطلع وترد، بس يلا. أنا قاصمود القلعة بوجه كلاب الروس، مهما سبيتوه حلب بيد السيب بقطع روس، وإذا ناوي تفوت السين بها السين بعطيك دروس، واسأل عن الشهباوية إذا بتكون لغم مندوس. ولك تعال لعلمك كيف انك تسب بنشاتك، ما بتعرف تواجه خصم لهيك طيحت اشلاءك. شكل وجودك بهالساحة كوجود شخص مجهول، عم تضرب بنشات وهمية. تعال لعلمك الاصول. الثقب الاسود ما بيطول 9 شهور لحتى رد، وقت شاف القوة مني فوصفني بالمرتد. بيعرفني مترفع عنه وقت قمت فيه الحد، بعرف بدك تتشدق من كلماتي لو تشرب من نهر السد. شي بتحكي بأمور الدين وانت كلك فارق حمصي، كيف بدك تهدم الشهبة وانت تخاف تفوت القلعة؟ بنصحك تترك الراب وترجع لمسير الوصف، كلماتك طالعة من طيزك ولا من مجار حمص. طيب ليك بتحكي انه اهل حلب هربوا منك؟ فيك تقلي يا حيوان ليش انا عبارة اختك؟ يا حيوان ليش انا عبارة اختك؟ فكرت تأسس ضدنا بس هذا شريكك عهدمك، صرت تضرب حكمك مثل قاضي بس انا نازل لعدمك. القضية هي 101، انا نهيت لك حدك بعد ما نهيت وجودك. يا ابني شو الفايدة منك؟ ما حدا غيري يا عرصة رفع الليفل. كم شهر بدك لتدسني بكوني هلا مبلعك دبل؟ بتحكي فريد ستايل وكان اللحن اولد سكول. ابني مين قالك تغني؟ شو هالفن ولك مسطول؟ ما رح تنفع القضية لهيك لا تطلع قدامي. بضحك لما تحكي شاعر وانت بالاساس حرامي، ولك كيف تصير شاعر وانت حرامي؟ كلمات مفكر انا غافل عنك ومالي شايف هالتفاهات. يا حيوان خلك على تف مالك برب الدسات، تهديدك الحشو بتيزك حربك كلها اشاعات. قلتلي بدك تهدم، يلا ابلع ولك. هالمرة ما شميت لك الحمص، تاني مرة بدي اطلع نيك اختك عخمص. تعلم من صهرك يا حيوان.